هنعمل النهارده طاجن رز معمر فلاحي باللحمه، خطير جدا، احلى من اي مطعم ممكن ناكله فيه. كمان اللي بيميز طعمه او مديله طعم مميز شويه ان اللحمه معموله بصوص بصل حلو جدا، مش مسلوقه وخلاص ومحطوطه جوه الرز. هنعرف دلوقتي ازاي، بس قبل ما نبدا في الفيديو لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول حاجه هبدا باللحمه طبعا عشان اسويها الاول. هنزل بمعلقه سمنه على النار او زيت، واول ما يسخنوا هكون مقطعه قطع لحمه، قطع صغيره. انا كنت مقطعاها من بالليل ورش عليها ملح وفلفل وبشر عليها بصله، بتديها طعم احلى. هسيبها تتشوح وتاخد لون يعني في السمنه والزيت كويس، وبعد كده شويه وهنزل عليها بقى بالبهارات. هو بس شويه حبهان مطحون وملح وفلفل وبهارات لحمه. لو بهارات اللحمه مش موجوده رشه قرفه صغيره بس، مش هضيف لها اي حاجه تانية خالص. هقلب التوابل مع بعض كويس، ومش هضيف حاجه غير لما احس ان اللحمه بدات تكرمل كده وبقت اخدت لون حلو وطلع ليها ريحه حلوه جدا. هقطع شرايح بصل صغيره رفيعه كده واغطي عليها واسيبها ساعتين. لو حبت تزيد ميه نزودها، وهسيبها الساعتين يستووا. وهاجي بقى للرز. انا غسلت 3 كوبايات رز ونقعتهم شويه وبعدين صفيتهم، وبعد كده اخدتهم حطيت عليهم كوبايه زبادي ومعلقتين قشطه كبار، يعني معلقتين قشطه كبار كده. عايزين نزود نحط معلقه واحده، نحط سمنه مثلا وقشطه زي ما نحب. هي السمنه والقشطه نفس النتيجه، بس طبعا القشطه بتدي طعم وريحه يعني مميزه شويه عن السمنه. هنقلب الزبادي مع السمنه والرز كويس جدا، ودي خطوه يعني بتدي للرز بعد كده يعني قوام وطعم حلو قوي. وهحط معلقه ملح او هملح الرز زي ما انا ببقى متعوده ملحه يعني. وبعد كده بقى لما هقلب كويس كله مع بعضه، هجيب الطاجن اللي هحط فيه وهنزل بنص الرز. وبعد كده طبعا اللحمه استوت على الاخر كاني رايحه اكلها بالظبط، يعني تقريبا قعدت ساعتين. هحطها في النص، وبعد كده هحط بقيه الرز فوقيها كده، وهغطي الرز باللحمه. يعني انا هحط اللحمه في النص زي ما بكون بحشي حاجه يعني، واحط الرز بقى اللي بقيته فوق بنفس الشكل ده كده لحد ما اظبط الطاجن كله. طبعا احنا متخيلين ان الطاجن كبير، بس هو لما الرز طبعا هيستوى هيتضاعف شويه. 3 كوبايات الرز دول بياخدوا 4 كوبايات لبن. وبقى على الوش سيحت كده معلقه قشطه ونزلت بيها على الوش، هتدي لون للمعمر في الاخر حلو قوي. دخلت المعمر في الفرن على درجه حراره 200، قعد ساعه كامله. قعدته تحت الشوايه الاول عشان دي تديله لون حلو، وبعد كده قفلت الشوايه وسبته بقى يستوي ويتردد وطالع. مش قادره اوصف لكم ريحته وطعمه عامل ازاي. لونه مختلف من جوه شويه بسبب صوص اللحمه. عايزاكم تجربوه بنفس الطريقه دي وتقولوا رايكم فيه ايه.